السلام عليكم ومرحبا بكم. ما ننساوش دائما نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله. مواصلين مع المملحات نتاع رمضان، ان شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا. كيما وعدتكم باللي ندير لكم دورة مجانية في المملحات بمناسبة رمضان. وصفة اليوم درت لكم لي كوكياج بلا موز، بلا موز تاع الدجاج. تجي حاجة خفيفة، حاجة بنينة، حاجة بريزونطابل، تقدروا ديروها في مناسباتكم عفوا، تقدروا ديروها كمشروع. يعني راح نعطي لكم السعر في اخر الفيديو اللي حبيت نديرها كمشروع، بزاف هايله وراح تمشالك ان شاء الله. وقبل ما نبدا ما تنساوش ديروا لي جام، هذاك الجام راح يدعمني، وتبارطاجيو القناه تاعي هكا بتكبر، وتحفزوني دائما ندير معكم جديد المملحات. واش نحتاج في هذه الوصفه؟ عندي 250 غرام نتاع فرينه. عندي هنايا كنت غربلت هذه الفرينه، راح نقول لكم يعني دور الفرينه في التغربيل. هنايا عندي 125 زبده وصفار بيضاء، وعندي هنايا 3 ملاعق كبار نتاع حليب بارد. عندي هنايا فرماج، هنايا استعملوا 2 فرماجات في هذه الكميه. هنايا نروحوا نحطوا هذاك الفرينه، نحطوا الزبده، نحطوا الملح، الفلفل الاسود، نحطوا الفرماج، نخلطوا كل شيء في بعضه. هنا نحاولوا ندخلوا هذيك الزبده، ندخلوها مليح في الفرينه بهذا الشكل. وهنايا بعد ما ندخلوها مليح نروحوا دركا نلموها بالصفر نتاع البيض تاعنا هكا. بعد ما نضيفوا هذاك الصفار نتاع البيض تاعنا، نروحوا نضيفوا هنايا 3 ملاعق نتاع حليب. اذا ما كفاتكمش وجاتكم العجينه شايحه، تقدروا تزيدوا تضيفوا لها ملعقه كبيره نتاع حليب. هنايا مباشره نروحوا نجيبوا الليمون اللي رايحين نستعملوهم. انا هذوما ليمون تاع الكوكياج تاع بكري، يعني كاين بزاف عندهم من الموديل هذا بصح، يعني راح تخرج لك حاجه مليحه، حاجه بريزونطابل. هذه لاباط تجيكم بزاف خفيفه وبنينه، يعني كي تذوقيها راح تحبي تاكليها وحدها بلا لاموس اللي فيها. نطرحها بهذا الشكل، يعني سهله، يعني من اسهل المملحات اللي رايحه تخدميهم هذه الوصفه. وما تديلكش كامل الوقت، يعني بلي العجينه طرحي في المول وطيبي، سهله خلاص. احنا عاودت معاكم حبه ثانيه باه تشوفوا الطريقه بهذا الشكل، يعني سهله كما راكم تشوفوا، كل شيء راه موضح قدامكم. مباشرة بعد ما نكمل الحبات تاعي، بالنسبة للعجينة الكمية تاع 250 غرام نتاع فرينة وزبدة 125 راح تخرج لك 30 حبة، يعني 15 كوكياجة على 2. هكا انا استعملت فقط نصف الكمية، حطيناهم يطيبوا من تحت وزدت من فوق. شوفوا خليهم يحمروا لكم مليح، ما تخليهمش يعني صوفر، خليهم يحمروا لكم مليح. لاباط راح تجيكم تتقرمش وبنينه وخفيفه، يعني روعه. الفرينه كما قلت لكم الدور تاعها كي تغربلوها راح تعطيكم الخفه في لي سالي نتاعكم. نروحوا دركا نحضروا الحشو. واش نحتاجوا فيه؟ هنايا بصله صغيره كنت قصيتها الى قطع الى مربعات فقط بهذا الشكل، حطيت لها زوج مغارف تاع زيت، ونروحوا نحطوهم يتقلاو. بعد ما يتقلاو لي نروحوا نضيفوا لهم هذاك الدجاج تاعي اللي كنت قطعته. هو ثاني نحتاج 250 غرام نتاع دجاج. هذه الكميه تاع 250 غرام تاع دجاج راح تعمر لك 15 كوكياجه هكا، يعني نعطي لكم في المقادير هكا باه تقدروا تعرفوا واش تخدموا. هذاك نحطوا البصله تقلى لنا. هنايا واش نحتاجوا في التوابل؟ نحتاجوا شويه ملح، شويه فلفل اسود، هذا واش نحتاجوا. شوفوا هنايا خليو الدجاج هذا تاعكم يتقلى حتى يحمر لكم، يعني حتى تلقاوه يتلقى الماء، زيدوا خليوه حتى ينشف لكم مليح ويحمر لكم، ثم حبسوا. نروحوا مباشره هذاك الحشو. تقدروا هنا تحطوا له شويه فرماج كرويير اذا حبيتوا يعني. هنايا نروحوا نرحيوه. واش نحتاجوا؟ هنايا نحتاجوا مع 250 غرام تاع دجاج، انا قلت لكم خدمت نص الكميه، رايحه ندير نورمالمون تجي معاها 250، راح تجي معاها 4 فرماجات. انا هنا استعملت الفرماج هذا وزدت له ملعقه، ورايحه نضيف معاه الكريم فريش. هنا تقطع لي فقط الفيديو، راح نضيف معاه 3 ملاعق نتاع كريمه الطبخ السائله. مباشره نرحيوه. بعد ما نرحيوه نروح نجيبوا لاباش تاعنا بها بلا دوي بهذا الشكل، نحطوها في كاس. لاصوص هذه على بالي كاين بزاف ما يعرفوهاش، بصح راح تساعد لكم وتسهل عليكم الخدمه. شوفوا هنايا انا ما نحبهاش تكون يعني كي تعود لكم ثقيله بزاف. كي قلت لكم كي تجيكم ثقيله بزاف زيدوا لها ملعقه كريم فريش فقط،
وخلاص. نفضل تستعملوا هذه لانها شويه البخي تاعها ناقص، خير من الكلام السائله هذيك نتاع القرع. شوفوا هنايا نروحوا نجيبوا الحبات اللي يتحطوا مع بعضهم بهذا الشكل، ونبداو نحطو في لاموس تاع الدجاج. شوفوا هنايا بزاف يسقسيوني على لاموس تاع الطون اللي تتحط في الكيسان. تقدروا يعني مثلا تهزوا هذا الصابلي تاعكم تفتوه في لي فيغين هذوك وتحطوه في لاموس من الفوق وديكوريوه، وانتم تحصلتوا على منها تقدروا ديروا لي فيغين، منها تقدروا ديروا لي سالي هذو، وانتم نوعتوا في زوج حوايج هكا. هذه كيما هذه لاباط تقدروا تخدموا بها لي كيش، نحيو فقط منها الفرماج وبلو بالبيضه كامله، هذا هو الفرق بيناتهم هكا. وحبيت نفكركم هنايا باللي راني مدايره دوره مملحات اونلاين، يعني اللي حبت تبدا مشروعها واللي حبت تتعلم فيها واللي حبت تزين مائده رمضانها، خيرت لكم 10 انواع من المملحات رايحين يساعدوكم بزاف، رايحين يعني نحيو عليكم كامل التخمام. اتعلمي هذو المملحات ونسي كامل المملحات. اللي حبت تدخل في الدوره راح نخلي لك الرابط تاعها في صندوق الوصف او اول تعليق مثبت، وتبعت لي وتشوف كل شيء واش كاين هكا. شوفوا هنايا حاولوا تكثروا شويه هكا لاموس تاعكم. كيما قلت لكم راح تخرج لكم لاباط هذه من 15 ل 16 حبه على حسب المسك يعني اللي درتوه في لاباط تاعكم في ليمول، ورايحين تزينوها بهذا الشكل بحبه زيتون وخلاص. وهادو هما لي صالي تاعي راهم واجدين ساهلين خفاف بنان. وانتم كملتوا اللي مازالت ما دارتليش جام تروح دير لي دركا جام هكا. يعني ماكم خاسرين والو كي تروحوا تتكاو على الجام هذاك ديروا جام وخلاص. المهم زينت معكم حبه ثانيه، شوفوا سهله راح تلصق لكم الحبه الثانيه وبهذا الشكل، وتزينوا بحبات تاع زيتونه وخلاص. تقدروا يعني انا في كل مره ندير لكم نوع من المملحات رايحه نعطيكم فكره باللي تقدروا تنوعوا، يعني قادرين ديروا نوع من المملحات واحد تقدروا ديروا به شكل موديل، يعني قداه موديل تقدروا ديروا به. هذه هي شوفوا هادو هما المملحات تاعي راهم واجدين. شوفوا اللون يعني اللي تاخذوه لي يعني روعه، يجيو بزاف بنان وخفاف، ورايحين نحمروا الكشك اذا درتيهم في عرضاتك ولا مناسباتك ولا حتى ديريهم كمشروع. واللي حبت ديرهم كمشروع تقدر تحسب السعر تاعهم من 8000 حتى 9000، هذا هو السعر المناسب تاعهم. هذا هو الفيديو تاعي تاع نهار اليوم. ها هم لي كوكياج تاعي راهم واجدين، يجيو بزاف بنان وخفاف. راني ندير لكم في وصفات ساهلين هكا بهم يعني في رمضان، على بالي ما تحبوش وصفات اللي يكونوا يعني يغلبوا ويديو لكم الوقت. وهذه هي الوصفه تاعي تاع نهار اليوم. ما تنساوش تفعلوا الجرس باه يوصلكم الفيديوهات في الايام القادمه ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لي جيم ومع السلامه.